وسبسكرايب وكومنت وكل حاجه. ثانيه واحده، احنا ما عرفناش واتس ان يور باج. لا بس كده. ايه اللي في شنطتك؟ زمزميه، لانش بوكس، بس كده. باي. لا ممكن نشرح اكتر معلش يا نادين. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا نادين زي ما انتم عارفين، وبكره المدرسه الساعه دلوقتي 11 والنور قطع فتح تاني قبل ما احنا نبدا تصوير. يلا خلصنا الصور بسرعه عشان تخشي تنامي. لازم انام بسرعه. قبل ما نبدا عايزينكم تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت وكل حاجه. ويا جماعه بجد المره دي نادين راجعه بقوه، هترجع تعمل فيديوهات جامده تاني جدا 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 من الحاجات اللي انتوا حبيتوها قبل كده وكنتوا بتتفرجوا عليها. احنا وقفنا الفتره اللي فاتت واحنا بنعتذر كالعاده، بس ان شاء الله مش هيتكرر تاني. يلا بينا. يلا نبدا ونقول واتس ان يور بالراحه على الترابيزه. انا كل شويه بخبط. اول حاجه يا جماعه عايزه اقول لكم ان نادين عملت مع نفسها كده تحدي مشتريات المدرسه باللون الازرق. ما حدش طلب منها التحدي ده بس هي عملته لوحدها. هتلاحظوا يا جماعه كل حاجه عندي ازرق. اصل انا والله ما اعرف، اصل الجراب بتاع الايباد ازرق فانا ده جراب الايباد اهو يا جماعه. ممكن اجيب اخضر، ما اعرفش فيه ايه. اول حاجه هي اللانش باج، يعني لانش باج خلاص. في جيب من ورا كده، في جيب بصوا. تاني حاجه زمزميتي، هي حلوه قوي بصراحه، أنا مش هقدر اعمل اكسبلين ليها اكتر، هي بس زمزميه. تالت حاجه هي اللانش بوكس، شكلها كيوت قوي، بس انا عندي حاجه شبهها بالظبط، بس الحته الازرق الفاتح ده بيبقى اغلر. ولونها ايه؟ ازرق. وفيها زمزميه جواها. الزمزميات دي يا جماعه ملهاش اي لازمه عشان بتوقع دايما. دلوقتي يا جماعه هوريكم ايه جوه بقى الشنطه نفسها. يلا شيلي بقى حاجه الاكل كلها على جنب. قلت لهم يا نادين ان اللانش بوكس ده بيحتفظ بالحراره. بجد؟ انت مش ملاحظه ان جواه فاضي؟ ايه ده؟ الطبقه الفاضيه دي بتحتفظ بالحراره. بصوا شكلها، عشان لو الاكل سخن ما يبردش، ولو الاكل برد مش هيسخن. الطبقه الفاضيه دي بتحتفظ بالحراره. عمري ما عرفت. يا جماعه انا برضه جبت شويه ستيكرز عشان احطها في الايباد، فيلا نعملها دلوقتي عشان بجد مش قادره استنى. ده شكل البنسل كيس اهو، حلو قوي. دلوقتي يا جماعه هنمسح الايباد عشان بس يبقى شكله نضيف قبل ما نبدا. يا جماعه اللي ما يعرفش الستيكرز دي بتتعمل ازاي، في اماكن زي زيروكس وكده بتطبع ستيكرز، يعني انتوا تبعتوا له الصور وهو يطبعها ستيكر بحيث انها تتلزق. ايه ده؟ هو ده مش ابيض؟ ده مش ابيض عشان انت عاملاه PNG، عاملاه كده. عايزين نقول قد ايه نادين شكلها جميل وشعرها وهي عاملاه. ماشي يا عم، خدي نادين يا جماعه بلغت في اللون الازرق. معلش بقى. ونتعلم من هنا درس ان لما يبقى عندنا ايباد الجراب بتاعه لونه ازرق نطبع الوان تانية خالص. ده شكل النهائي. دلوقتي بقى هوريكم البنسل كيس. اولا ده المقص اللي احنا استخدمناه لونه ازرق، دي برايه لونها ازرق، هايلايتر بينك. بصراحه يا جماعه كنت هجيب هايلايتر عاديه بس شفت دول فكان شكلهم حلو قوي. اللي بعده ميكانيكال بنسل لونه ازرق، قلم بسنو، فرشه دي لونها ازرق، فرشه الالوان اللي هي الوان الميه، ماركر اسود، قلم ازرق، بيربل، بينك واسود، كوريكتور، استيكه زرقاء. ده بصوا يا جماعه ده كانوا كده استيكه برضو بس بصوا. معرفش انا بسيبك تجيبي الحاجات دي ليه؟ انا برضه عارفه. ده كان الاريسر لونه ازرق بيعملوا صوت. هقربها من الموبايل عشان نادين بتبذل مجهود كبير قوي في المسح باستيكه عاديه فجبنا لها استيكه كهربائيه. دي بقى قلم لونه ازرق وبتنور. استنى اما اطفي لكم النور واوريها لكم. بيلون احمر. دي يا جماعه برايه بينك. ليه بقى جايبه برايه لونها بينك ليه؟ لا دي كانت معايا من زمان. ده بقى قلم رصاص. الرصاص برضو من تحت لونه ازرق.
تعرفين يا جماعه اعمل لكم هاك، البتاعه دي ممكن تلوني بيها برضو. بصي مش هيشتغل دلوقتي. ده بقى قلم خط عربي. بس اقول لكم يا جماعه ان نادين بقى خطها جميل في العربي. ما هي خطي ايه؟ لا خلاص شكرا انا اسفه خلاص حقك عليا. ارجع خط الحقيقي. ماشي وحش قوي القلم ده اللي خطه جميل بصراحه. والله جميل. بس اول واحده احسن. هتقولي لي كده خلصنا المقلمه وهنخش للشنطه. هنخش جوه الشنطه. يلا. ده يا جماعه المات. انا كتبت كلمه مات بخطي العظيم. بصوا انا عايزه احط الستيكرز دي. انا هحط واحده هنا او هنا. ده حلو قوي على فكره. بصي ده حلو. مش باين خالص يعني. بصي هحطها في الكاري بوك نفسه. ماشي حطيها في الكوفي بوك الازرق عشان مش هتبان برضو. طب ممكن احطه جوه الصفحه. حطي جوه الصفحه بالظبط. الناحيه دي ولا الناحيه الثانيه؟ الشمال دي مم. هنا ولا هنا؟ لا على هنا بقى. مثلا تحفه. ده يا جماعه كتاب المات. وده كراسة. زيبر فايل كراسة المات. وده زيبر فايل كده جواه ويشيب فايلز بقى مش مهم. يعني جواه فايلات كتير. ده يا جماعه بتاع الساينس. دي بقى حطيها على الفولدر. ماشي اعملها بس الناحيه التانية صح. يا جماعه انا عملت ستيكر ده لوحدي يعني انا عملتها ده انت اللي رسمتيها. الله عليكي. يا جماعه ده سوشيال ستاديز عربي فمش مهم، بس موجود في الفولدر بتاع الانجليش فما شاء الله. ده بقى كراسة ميوزك بطوط قوي. انا كتبت اسمي عليه. ده بقى ده ايه؟ مش عارفه مش فاكره. حطيت فيها كراستين. ده فرنش. ده بتاع الفرنش. يا جماعه ده الفرنش ده الديفوار وده العادي. انا مش قلت هروح سبانيش. ايه سبانيش ده؟ انا قلت حاجه. وده العربي. ده العربي فيها ثلاث كتب. دي كراسه الرسم. كتبت اسمي عليها دي. بس احنا كده خلصنا اللي بره. يا جماعه ده شكل كراسه. ده بقى اللي احنا وريناها لكم من شويه بتاع الفرشه. ده الالوان. دول الوان خشب. يا جماعه احنا اخترنا علبه طويله كده عشان الالوان ما تضيعش، لان دايما الالوان بتضيع. ده بقى مش عارفه اسمه ايه. هي بالعربي منقله. بروتكتور. ده بقى سنون للإريسر. طريقه الثلاجه. الاستيك. ده بقى الكومباس. طبعا لان نادين كبرت بقى وبقت تستعمل الكومباس وبتستعمل الادوات وحاجات كتير. انا بقيت عجوزه. بقى جرافايت بنسلز. اقلام رصاص. جرافايت ايه؟ وخلصنا يا جماعه دلوقتي ندخل ننام. يلا بينا. يلا ندخل ننام ونصحى الصبح بدري عشان نستعد لاول يوم مدرسه. واجهزوا دلوقتي عشان نصور فيديو ليله المدرسه. يلا بينا. ده ليله المدرسه ده يا جماعه هتلاقوه في قناه نور ونادين بس بكره. خلاص يا جماعه عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب وكومنتوا كل حاجه ونشوفكم الفيديو الجاي. باي.